السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رمضان كريم. تعالى نعمل مع بعض كده طبق فتة عالمي بجد تحفة. شوية لحمة كده تحفة جدا جدا، وشوربة خضار عاملة لكم النهاردة بتكة تحفة هتعجبكم بإذن الله. شكلها أصلا يفتح النفس كده، وطعمها كان رهيب، وريحتها كانت قلبة الدنيا من جمالها وطعمها الحلو. تعالوا نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، ونبدأ مع بعض ونشوف الخطوات بتاعتنا سريعة ولذيذة. شوية عيش متحمرين كده حاجة تحفة جدا، والصلصة كده بخل وتوم، والشوربة وشوية شوربة خضار حاجة جميلة جدا. بسم الله. معانا هنا محطة مية على النار تغلي، تمام، ومعايا نص كيلو من اللحمة، وعندي عضماية كده حطيتها معاها تحسن يعني الشوربة بتاعتي وتخليها طعمها حلو، والدسمة بتاعتها بتبقى عالية. تمام. لو عندك مثلا قطعة عظم، او مثلا جايبة لحمة بالعظم، بتخلي الشوربة فظيعة بجد. يعني انت لو هتعملي لحمة صافي حطي معاها قطعة كده بالعظم، هتطلع معاكي فظيعة جدا. فانا حطيت كده نص كيلو من اللحمة كده قطع، ومعايا العظمية دي. طبعا هيبدأ يغلي يطلع الريم بتاعه او الشوائب بتاعته اللي بتطلع ديت، لازم تلميها عشان خاطر ما تعمليكيش كتل في الشوربة، متبقاش حلوة مع اللحمة. فهنلمها كده كويس بالطريقة ديت، مش هنخلي بقى اي ريم يطلع، هنلمه بنفسه برضو بنفس الطريقة كده، عشان خاطر ما يكتلش معانا في الشوربة. وهنضفها، وبعد كده نشوف بقى التوابل بتاعتنا والحاجة اللي احنا عايزين نحطها للشوربة. وممكن بأبسط الحاجات هتحطي، لو حطيتي ملح وفلفل هتطلع معاكي طعمها حلو برضو، لاني شوربة اللحمة يعني بتطلع حلوة بصراحة، بتبقى طعمها حلو، ويبقى كمان نفسك فيها. طماطمايه كده وبصلايه، او طماطمتين بصلتين، حسب يعني الكمية اللي انت عاملاها. ونزلت بيهم، ونزلت كده كده بمعلقة من الملح، فلفل الاسود. وبعد كده بقى شوفي بقى اللي انت عايزه تحطيه، يعني ورق لوري بقى، حبهان مستكه، المتوفر عندك حطيه. تمام. وقعدتها كده تقريبا زي ما انتم شايفين، وهسيبها على النار بقى لحد ما تستوي بقى وتظبط نفسها. هنا كده بصوا كانت خلاص بقى دابت، مش استوت، يعني اللحمة بقت مستوية وحلوة جدا، وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. فهطلع قطعة بس كده هتشوفوها هي معايا في الشوربة مستوية، وانا مش عايزاها تقعد اكتر من كده عشان ما تتهريش في الشوربة. فخلاص كده انا هنقلها بقى، ونشوف هنجهز ايه تاني معانا. هنا معايا كوسة وجزر وبطاطس، هنقطعهم كده بصوا حلقات، اول واحدة على 2. يعني بصوا حسب بقى حجم الكوسة او الجزراية او البطاطساية، هقطعهم بالطريقة دي كده. وهعمل شوية شوربة خضار حلوين جدا وطعمهم حلو جدا. طبعا عشان عاملة فتة، فهحط جنبها الطبق شوربة الخضار دوت. طبعا الفتة يعني معروفة بتحطش حاجة جنبها، خل وتوم والصلصة بتاعتها، تمام. ولو طبق شوربة مع بقى قطع اللحمة اللي انت عاملاها، بتبقى حلوة جدا. هنقطع الخضار بتاعنا كده وهنجهزه، ونشوف بقى الشوربة بتاعتنا هنقسمها كده، ونشوف ايه الاضافات اللي ممكن تحطيها على شوربة الخضار تخلي طعمها حلو جدا جدا معاكي. نخلص بقى الكمية بتاعتي كده، هي التقطيع هغسلها، انا كنت غاسلة الخضار طبعا هغسله تاني. وهنا نقلت شوية شوربة في الحلة دي، وهنزل بقى بالخضار بتاعي. طبعا الشوربة كنت لسه طافية عليها يعني، فهي لسه يعني حطيت الحلة وحطيت الشوربة غليت على طول. هحط كده شوربة الخضار اهيت زي ما انتم شايفين. ما حطيتش طبعا فيها لا بسلة ولا فاصوليا ولا حاجة، هم عايزينها كده بدون فاصوليا وبدون بسلة. هنا ربطة كرفس كده حطيتها عليها، تدي طعم ونكهة حلوة جدا جدا. تمام. وهسيبها بقى تغلي وتستوي كده. وهنا معايا العيش، عيش بلدي عادي، هقطعه كده بالمقص كده مربعات مكعبات، يعني بصوا مش التقطيع اللي انت عاوزاها او انت حباها يعني. هقطع كده كام واحدة، وبعد كده هكمل تقطيع العيش يعني باخد معاكم كده القطاط واجهز بس، عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. اهو تمام. هكمل بقى الكمية. هنا كنت حاطة حلة بقى عشان اعمل الرز، نقلت حلة شوربة الخضار على عين تانية،
وهنزل كده بشوية من الزيت في الحلة ومعلقة كده من السمنة. تمام. واسيبها بقى على النار. وبعد كده هنزل بقى بالكمية المية. انا هعمل رز ابيض، هعمل كوبايتين مش هعمل كتير، بحيث ان هو ما يترطرطش، يعني على قد الوجبة وخلاص. كده حطيت كوبايتين مية، هحط الملح بقى بتاعي وغلي معانا. غسلت الرز وهنزل بقى بالرز كده على المية بتاعتي بعد ما غلت، وهديله تقليبة اهوت كويس، وهغطي عليه بقى واسيبه يستوي ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا معايا بقى طاسة وحطيت فيها كده مكعب من التوم، وهنزل برضو بشوية كده من الزيت، اديله تحميرة كده. ياخد بس لون ايه دهبي خفيف كده. وبعد كده بقى معايا الصلصة هنزل بيها. عايزة تعملي طماطم فريش عادي، اعملي طماطم فريش في الخلاط وانزلي بيها. تمام. انا هنزل كده ايه، دي الصلصة كانت عندي اهيت، دول التقال كده هاديهم بقى ايه شوية كده خفاف من مع المية، وهديها كده ايه تقليبه. وبعد كده بقى احط لها، شوفي انت عايزه تحط لها ايه، ملح، انا بحط ملح وفلفل. عايزه تضيفي بقى بابريكا، كزبره وكمون، الحاجات ديت اهي، كزبره كمون ملح وفلفل وبابريكا. الحاجات دي انا بحطها ديت. انت ممكن تستكفي بملح وفلفل لو انت بتحبيها يعني خفيفه، بس ده يعني كمون بقى. تمام. هتغلي معانا بقى وتستوي ويحرفحها زي ما انتم شايفين قوامها حلو. استوت معانا، رفعتها وحطيت طاسه وحطيت فيها شويه من الزيت، وهحمر كده العيش بتاعنا. هديله برضو لون حلو كده، يعني ايه انا عملت 4 رغيفه، كل مره بحط رغيفين متقطعين بالشكل ده. تمام. يبقى السلطه جاهزه وشوربه الخضار والرز والفته كده. انا بحمر بقى العيش، بيبقى حلو جدا ومقرمش وطعمه تحفة في الفتة، بجد جربوه. مش بياخد منك زيت كتير ولا حاجة، والزيت اللي بيتبقى زي ما انت شايفاه رايق ازاي، ومش متبهدل يعني. تمام. هجيب بقى السرفيز او الطبق اللي انت هتعملي فيه وطلعي فيه على طول، على اساس ان انت كده كده هتحطي عليه وهتعمليه. لون العيش اصلا تحفة كده ومقرمش وجميل. هطلع بقى اللي بيتحمر بسحبه كده واطلعه، واللي لسه فاتح بسيبه شوية. هكمل بقى اطلع الكمية كلها. وهنا شوربة الخضار بقى كانت اتظبطت والرز اتشرب معانا. هدي تقليبة كده للرز. الرز لونه وريحته فظيعة بجد، ريحته حلوة جدا وطعمه ما شاء الله تحفة، ولونه كده ولمعته حلوة قوي. خلاص كده معانا، هغطي عليه كده يعني ال10 دقايق اللي باقيين دولت شوية كده، وبعد كده ابدأ اغرف. وهنا شوربة الخضار كانت خلاص بقى دخلت على السوا، زي ما انت شايفين لونها تحفة. وخلصت تحمير العيش، ومكان العيش زي ما انتم شايفين الطاسه رايقه والزيت رايق مفيهوش حاجه. نزلت بشويه لسان عصفور، هديهم تحميره كده وهحطهم على شوربه الخضار بتاعتنا. تمام. هتبقى حلوه جدا جدا، وولادك هيحبوها كمان. لو بيحبوا لسان العصفور وحطيتهم على شوربه الخضار هياكلوه. ف يعني جربي كده، هي يعني لو ما بيحبوش شوربه الخضار هيحبوها بالطريقه دي. لسان العصفور بيدي طعم حلو قوي للشوربه. اهو هنا اتحمرت بقى لون الدهبي التحفة دوت. ونزلت كده ايه بيه في شوربة الخضار. هسيبه بقى ايه يعني. بصوا انا مش بطول بيه بصراحة، شوربة الخضار طبعا بتغلي زي ما انتم شايفين، مش هياخد له 10 دقايق، انا مش هيكمل اصلا يعني، 5 6 دقايق كده وخلاص. هنا بقى كان العيش حطيته كده وحطيت عليه الشوربة زي ما انتم شايفين. هسقيه من الشوربة وبعد كده هنزل عليه بالرز. وهنا كنت واخدة شوية عيش كده كانوا الولاد عايزينهم لوحدهم، حطيتهم رشة ملح ورشة كمون، بيبقى طعمه حلو جدا. وحطيت الصلصة في الطبق زي ما انتم شايفين كده، وعندي صلصة لسه في الطاسة. فهنزل كده بالرز بتاعنا كده ايه، اوزع بس ايه على العيش كده، ادي طبقة. انا قلت يعني الطبق يعني عملت اللي يكفي ايه ولادي، يعني ما يبقاش ايه زايد منهم ويبوظ.
هوزع كده الرز واسويه، ولازم تخلي الرز متساوي طالما انتي حابه ان انتي تعملي شكل عليه او كده يعني. اهو بصوا حطيته كده وسويته، والعيش بقى طالع من الجناب كده شكله تحفه. وهنا بقى جبت الصلصه اللي هي كانت عندي ومعلقه صغيره صغيره كده، وهبدا ان انا ايه اكتب بقى رمضان كريم. حطيت كريم فوق وحطيت رمضان تحت. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. حلوة جدا الفتة على فكرة، في الصيام برضو مش بتعطش ولا فيها اي حاجة، ويبقى طعمها حلو جدا. اظبطيها بس واظبطي الخل بتاعك واعمليها بجد، جربيها هتعجبكم جدا. فيديو لذيذ وخفيف، ويا رب الفيديو كده يعجبكم وتجربوه ان شاء الله، تطلع معاكم تحفة. استنوا فيديو جديد، مع السلامة.